السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشارك معاكم روتيني الصباحي، تقريبا دول أول ساعتين صحيت فيهم من النوم. بحاول على قد ما أقدر إني مش أول ما أصحى أمسك التليفون، وبرضو بحاول إني أنتظم في الصلاة بقالي تقريبا أسبوع. وصليت الصبح، هنا كانت الساعة 6، وبعد ما صليت بدأت إن أنا أسبح، عاملة ورد صغير. يعني طبعا زي ما احنا عارفين ان احب الاعمال الى الله يعني ادومها، فنعمل نفسنا ورد يومي. حاجة بسيطة خالص، يعني حتى لو قلتي 50 تسبيحة بس فده كده كويس، احسن ما تقولي مثلا نهار يعني بعد كل صلاة هسبح 1000 تسبيحة وما تقدريش. لا، حاجة بسيطة ودومي عليها. وهنا بقرأ قرآن، برضو يعني قرأت صفحتين 2 بس. ساعات بيكون عندي قابلية اني اكمل قراءة وانا مركزة، اهم حاجة طبعا ما بقاش ان انا بقرأ وخلاص. فممكن اكمل عادي يعني. لكن انا دلوقتي قلت كفاية صفحتين، عشان انا عندي الساعتين دول يعني عندي حاجات هخلصها فيهم، بعد كده هصحي بنوتي عشان تروح الحضانة. هنا قرأت صفحتين بس، لكن عادي ممكن كل واحد يقرأ اللي هو يقدر عليه، ممكن صفحة واحدة كمان في البداية وبعد كده تزودي. وشغلت الغسالة أول ما خلصت صلاة، وهنا كده فاضلة 28 دقيقة. طبعا 28 دقيقة مش دول بالظبط، وعقبال ما الغسالة تخلص فقلت هغسل المواعين. كان عندي كده شوية مواعين العشاء، حبة صغننين يعني. وطبعا كلنا عارفين ان الست الشاطرة، لا مش هقول اللي انتي مستنياني اقوله، الست الشاطرة اللي هي تحاول تريح نفسها بأي طريقة. يعني يا ست الكل، وانتي بتحطي القرش على القرش عشان تحوشي وتجيبي بيهم دهب تعلقيهم في ايدك من كفك لكوعك، لا اصرفي على انك تبقي مرتاحة. يعني هاتي غسالة اطباق عادي لو تقدري، لو تقدري تجيبي حد يساعدك عادي هاتي لو تقدري. طبعا يكون حد مؤقت مش حد بإقامة عشان المشاكل اللي بعد كده. اما بقى لو انت يعني يعني من الطيبين زينا زي حالتنا كده يعني، ومضطرة ان انت هتعملي كل حاجتك بنفسك، فواحدة واحدة على نفسك. ما تعمليش كل حاجة في البيت في يوم واحد، لا قسمي كل حاجة. وكمان الطريقة دي هتساعدك ان انت تكوني حاجتك يعني دايما يعني كويسة او نظيفة. وكمان مش هتبقي انت مرهقة طول الوقت، لان الست المرتاحة او الست الرايقة دي بتعرف تبسط كل اللي حواليها، ولادها وابو ولادها واخواتها، كل الناس اللي حواليها هيكونوا مبسوطين بيها لان هي نفسيتها مرتاحة. يعني انت كل ما هتكوني اصلا مرتاحة، جسمك مرتاح، عقلك مرتاح، ده كله هينعكس على تصرفاتك وتعاملاتك مع اللي حواليكي. اما بقى جروب احنا عندنا والله غسالة الاطباق وما بنستعملهاش، اصل احنا لازم نشطف الاطباق الاول قبل ما نحطها. طب ما طبيعي، ما انت كده كده حتى وانت بتغسلي المواعين بتشطفي الاطباق، او يعني بتشيلي الحاجات اللي فيها. احنا هنشيل الحاجات اللي ما ينفعش تسد الحوض او تسد الغسالة. وبسيطة يا ستي، انا هحللك المشكلة دي. لو انت عندك غسالة اطباق ومش مريحاكي فتصدقي بيها، وانا اولى بالصدقة دي. سامعين الصوت ده؟ اهم حاجة وانتي بتغسلي المواعين الصوت ده يطلع، صوت الحكة ده بحس كده ان هي خلاص اتشطفت كويس. وطبعا عشان تركايه كده وانتي بتغسلي المواعين بايدك، يا ريت تحطي خل في الصابون، عشان الصابون ده يعني مش بيتغسل بشكل تام او مش بشكل نهائي، وللاسف او يعني يعني لا قدر الله ده بيسبب حاجات كتيرة وحشة، والمرض الوحش اللي احنا يعني ربنا يبعده عنا وعن السامعين يا رب، اللهم امين. نرجع تاني لموضوعنا، وهو اني مقتنعة اقتناع تام ان الست الشاطرة مش الست اللهلوبة اللي مقطعة نفسها ومبهدلة صحتها وموتة نفسها عشان اللي حواليها، ولا عشان البيت، ولا عشان كذا كذا. لانك يا حبيبتي لما تتعبي كده وصحتك تتدهور محدش هينفعك، يعني لا حبيب ولا قريب ولا غريب ولا اي حد هينفعك. فالست الشاطرة هي اللي تعرف امتى تفصل نفسها من المود ده. انت يا ستي قادرة توفري على نفسك وعلى صحتك وتريحي نفسك وتصرفي، اصرفي في مقابل انك ترتاحي، بلاش تبخلي على نفسك. اما لو انت يعني لسه ربنا ما كرمكيش الكرم اللي انت مستنياه من باب الفلوس، فيعني هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نريح نفسنا، ندي لنفسنا وقت خاص بينا احنا نفصل بيه عن عالم المسؤوليات ده. يعني شوفي هواية انتي بتحبيها،
يعني قراءة، اقرأي وتثقفي واعملي اي حاجة انت بتحبيها بعيد عن جو المسؤوليات. ومسؤولياتك تقسميها حاجة حاجة، مش لازم مرة واحدة وبعد كده تقعدي بقى تتعالجي اسبوع، ولما تبتدي تفوقي فتكون خلاص الدنيا اتكركبت فترجعي تعملي تاني، وهنفضل في الدوامة دي مش هنخلص. ها قولولي بقى بتغسلوا ايه في الاول في المواعين؟ انا مثلا بحب الترتيب كالاتي، ان انا اغسل الكوبايات الاول، وبعد كده الاطباق، وبعد كده المعالق يعني او الحلل، او ممكن اسيب المعالق دي لاخر حاجه. يعني اول حاجه لازم اغسلها الكوبايات. بحس ان يعني لو بدات غسيل مواعين وما غسلتش الكوبايات الاول، لا لازم بقى لما اجي ابدا المره التانية اوكي، يبقى يعني انا ده الترتيب اللي بحسه الطف حاجه يعني. كوبايات الاول، بعد كده الاطباق، بعد كده الحلل، وبعد كده المعالق. انتوا بقى قولولي يعني ترتيب الغسيل المواعين عندكم بتعملوه ازاي؟ هستنى طبعا تعليقاتكم وهقرأها كلها. طبعا دلوقتي غسلت الحوض، ولكن يعني ده يعني غسيل من على الوش عشان احنا لسه في اول اليوم. هو كده كده يعني لسه مغسول من يومين تنظيف عميق يعني. وهعمله تاني يعني تنظيف عميق في اخر اليوم النهارده ان شاء الله. وممكن ابقى اصور لكم انا بحط ايه. بحط خلطة كده وبتفور بقى وندعك والدنيا بتبقى تمام. طبعا بعد ما نخلص المواعين اهم حاجة ان انتي تغسلي ايدك مكان الصابون بتاع المواعين. بصابون بقى طبي، صابون اللي عندك، صابونة الوش. المهم ان انتي تغسلي ايدك وتنشفيها كويس جدا وترطبيها، عشان دي برضو صحتنا. تمام. والجلد ده برضو بيتأثر. هنا اول حاجة حطيت جيل صبار، وده يعني زي فازلين، هو شركة تانية يعني اسمها بيور، وعليه دم غزال. وده مامتي الله يبارك لها يا رب ويكرمها السنة جايبة عمرة يا رب، وادعوا لها وقولوا امين، هي اللي كانت عاملاه. وهتدعكي بقى ايدك كده كلها، تليطي يعني كل حتة، يعني مش شرط بس كف ايدك، يعني انت ممكن تعملي بقى دراعك. وهكذا. ايدك احمرت عندي بقى اهانة ده. يعني ده لوشن ريحته حلوة، اللزوم بقى الريحة يعني، وان احنا نروق على نفسنا. وهنا الغسالة قربت تخلص، ودي بتكون اصعب دقيقة. يعني لو دخلت وهو فاضل دقيقة فانا بفضل واقفة الدقيقة دي، بتعدي عليا بصوا يعني اكتر من الدقيقة اللي قبل فطار المغرب في رمضان. وبعد ما الغسالة تفصل هروح انشر الغسيل، وبعد كده اروح اصحي بنوتي عشان تروح الحضانة ونجهز اللانش بوكس. والنهاردة هعملها بان كيك، وهنزل لكم الطريقة في فيديو جاي. 3 2 1. هنا الغسالة عاملة صوت يعني كأن طيارة هتطير. يا رب وعدنا يا رب بطيارة نروح بيها كلنا نعمل عمرة ونرجع تاني سالمين يعني. هو لسه كل ده انا برغي والدقيقة لسه ما خلصتش. تمام، احنا نختم الفيديو بتاعنا لحد ما الغسالة تخلص. قولولي تحت في التعليقات انتوا ايه العادات البسيطة الدينية اللي انتوا مداومين عليها، يعني تكون حاجات بسيطة لو حد هيبدأ، او لو انا هبدأ في حاجة مثلا انا مش عاملاها، ونساعد كلنا بعض يعني. كمان قولولي رأيكم في حوار الروتينات ده، محتاجين يعني، او انتوا هتحبوا ان انتوا تسمعوا لي روتينات تاني، ولا اكنسل الموضوع ده ونركز بس في الاكلات. واخيرا الغسالة خلصت، احلى صفر شفته في حياتي او احلى زيرو. وباي.